في 11 يناير 2024 بيوقع وسام ابو علي على عقود انضمامه للنادي الاهلي لمده 4 سنوات ونص. 23 فبراير بيشارك لاول مره مع النادي الاهلي في مباراه ميدياما في دوري ابطال افريقيا، بيفوز الاهلي 1-0، وبعدها باربع ايام بس تبدا ماكينه الاهداف بتسجيل اول هدفين في مرمى بلديه المحله في الدوري المصري في الجوله الخامسه في 27 فبراير 2024. ومن وقتها وسام ابو علي اصبح ايقونه النادي الاهلي ومنقذ الأول في جميع المباريات الإفريقية والمحلية. وسام أبو علي أحرز أهداف من جميع مواقف اللعب، سواء من اللعب المفتوح أو من ضربات الجزاء أو من الضربات الثابتة، أهداف من كرات عرضية أو اختراق من العمق، وبجميع تحركات المهاجم، أهداف بالرأس أو بجميع أجزاء القدم، من الوضع واقفا وكمان من الوضع طائرا. وفي يوم 1 أغسطس بيصبح وسام أبو علي هداف الدوري المصري بعد إحراز هدف الفوز في مرمى البنك الأهلي برصيد 15 هدف. وأخيرا النادي الأهلي بقى عنده مهاجم.